الله يسلمك خويا، السلام عليكم. السؤال الاول ربما غردايه شاهدك الجزائري ورحت الغردايه، واش داك الغردايه؟ انا يا مواطن جزائري، انا كي نشوف بلادي والشعب تاعي والشباب تاعي آه، في فتنه وفي فوضى، لازم نروح في غردايه ونشوف شراسه وشراكاين. على هذا الشيء روح غردايه بعد نفهم اين هو المشكل في غردايه بين الجزائريين. كلهم جزائريين، ولازم المسؤولين السياسيين يروحوا غردايه يشوفوا بعينهم يشوفوا الحل بالنسبه لمشاكل الشعب والشباب تاع غردايه. لقيت وش المشكل؟ هل لقيت وش المشكل في غردايه؟ طبعا الجزائريون يتخوفون مما يحدث هناك، وفيما يبدو اخر الانباء تتحدث انه النار ما زالت بين قوسين مشتعله في المنطقه، برغم انزال حكومي، برغم الوزير الاول بالنيابه كان هناك، وزير الداخليه، قيادات امنيه، ووعود بايجاد حل للمشكله هناك. ما هو المشكل في رايك انت؟ مشكل اجتماعي، سي ان بروبليم سوسيال، لان كاين فرق بين يعني الملكيت اللي ما عندهمش خدمه، ما عندهمش السكنه، والعبادات اللي يخدموا بزاف والحمد لله عندهم تجاره ولا باس عليهم، وكاين شويه حسد بيناتهم. ولكن الحسد ما يكونش يعني سبه باه الفطور. ولازم الدوله الجزائريه دير كما يقولوا ان ايتا دورجونس اي لو كوفر فو باه نحبسوا هذا الظهر اللي بدات في غردايه. لازم علاقات بين الشعب والشباب ملكيت وعباديت، لان صافي دي سيكل راهم يعيشوا في رحبه، ولازم نرجعوا في هذا يعني السلام هو الهدف تاعنا. على هذا الشيء جي دوموندي au gouvernement algérien de décréter l'état d'urgence et le couvre-feu pour arrêter les violences et pour protéger les populations et les commerces. Et c'est pourquoi je suis très content que le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, Djao Ghardaya, mais il faut qu'ils aient le courage immédiatement de décréter l'état d'urgence et le couvre-feu. C'est une nécessité absolue. Inch'Allah, Radi Raja al-Ghardaya في هذا الشهر entre le 28 mars et le 31 mars pour essayer de favoriser le dialogue entre les différentes communautés de Ghardaya. Alhamdulillah, j'ai très bien été accueilli par les Malikites et par les Ibadites. كلهم مواطنين جزائريين، ولازم الشعب الجزائري والدولة الجزائرية تعاون الشعب والشباب غردايه. ما نقدروش نخلوهم كما راهم، راهي ازمه راهي كبيره في غردايه، ولازم باللي حنايا في رهبه ندعوهم باه يصفوها والسلامه ترجع في غردايه ان شاء الله. طيب، البعض تساءل رشيد نكاز، فجأة برز رشيد نكاز، جاء من فرنسا وأصبح رقما في المعادلة، ويعني حتى وجها مألوفا تلتف حوله الجماهير، يخرج أمام مثل ما لاحظ الكثيرون في الجزائر العاصمة، وأيضا عدد كبير من الشبان. إلى ماذا يرجع ذلك في اعتقادك؟ إلى غياب هذا السياسي الجزائري إلى يخرج الشارع ولا واش؟ الجزائر راهي في وقت الانتخابات، ولكن هذا المسؤولين السياسيين اللي راهم يتكلفوا بالانتخابات لازم ما ينساوش باللي عندنا الشعب وعندنا الشباب اللي عندهم مشاكل بزاف. على هذا الشيء انا نخرج في كل ولايه، عندي 9 شهور في الجزائر، نخرج مع الشعب، نهضر مع الشعب. لازم يكون علاقات يعني مباشره ديريكت entre les politiques et les citoyens. هذه هي السياسه الجديده. لازم واحد اللي بغى يعاون الشعب تاعو لازم يكون في وسطه، ماشي بعيد عليه في العاصمه
هو قاعد يعني قهوه ويشوف الشعب تاعو في مشاكل كبار. لازم نكونوا وسط الشعب ودعموا الشعب والشباب الجزائري. طيب انت كنت في فرنسا، كنت رجل اعمال، كان عندك الجنسيه الفرنسيه، رجعت للجنسيه الفرنسيه باش تترشح للانتخابات، ولكن لم في اخر المطاف لم توفق بسبب هذه الاستمارات. لو شرحت لنا، طبعا الكثيرون تساءلوا حول هذه الحكايه، حكايه اختفاء الاستمارات وعدم بالتالي قبول ملفك في المجلس الدستوري. عندي مشكل مع المجلس الدستوري الجزائري. كتبت له رساله لو 6 مارس ديرنيي ومازال ما جاوبنيش وما فهمتش. Dans une démocratie moderne, un citoyen a le droit de recevoir une réponse d'une institution honorable. وما نفهمش علاش لماذا المجلس الدستوري ما راهش يجاوبني. كما قلت لكم، السيارة مع الاستمارات 62,000 استمارات كانوا في المجلس الدستوري، والمسؤوليه تاع السيارة مع الاستمارات راهي عند المجلس الدستوري. هذه ما نحبش يعني هذا اللغة هذا. لازم المجلس الدستوري يكون هو مسؤول بالنسبه للسيارة والاستمارات. Et tant que je n'aurai pas de réponse à ma question, je n'arrêterai pas mon combat pour la justice et la liberté. لازم الجزائر تبين باللي الديمقراطيه راهي ديمقراطيه يعني صح كموني دو فيريتابل démocratie. Et je ne cesserai jamais de demander au Conseil constitutionnel de me répondre concernant sa responsabilité au sujet de la voiture qui contenait les 62 000 signatures des citoyens algériens. يعني أنت تؤكد أنه سرقت هذه الاستمارات، تعرضت فعلا إلى أخوك إلى هذا الاختطاف، وفعلا تم السطو بين قوسين على استماراتك، مع أن البعض طبعا رشيد أنت تعرف شكك في الرواية. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas un fait divers, c'est une affaire politique. لازم الجزائر بين الشعب الجزائري والعالم كامل باللي كاينه ديمقراطيه. وانا راني في الجزائر بهذه الديمقراطيه تكون كتاب مفتوح، ولا هذاك الكتاب ان شاء الله نفتحه كل يوم. طيب ولكن هل فعلا هناك ديمقراطيه؟ يعني حتى لو قبل ملفك وترشحت للانتخابات، البعض يقول بانه امور مفصوله. يعني الذي يستمع الى عمرو السعداني في تصريح يقول بانه هو واثق بانه بوتفليقه سيفوز، ويعطي حتى من الان نسبه الفوز لبوتفليقه بين 60 وربما حتى فوق 60%. يعني انتخابات مفصوله، حتى لو شاركت فيها ستكون ربما فيغورون في هذه الانتخابات. شوف يا ولد بلادي، الجزائر راهي ديمقراطيه، ولكن فيها الديمقراطيه كاين مشكل سياسي كبير. Il y a un problème politique à l'intérieur de cette démocratie algérienne. Il faut renouveler les vies politiques algériennes. لازم تغيير سلبي في الجزائر. هذا هو الهدف تاعي، وان شاء الله نقعد في الجزائر ونخدم بنسبه للهدف ان شاء الله مع الشباب ومع الشعب الجزائري. سؤال اخير على موضوع التصريحات سلال حول الشليه، وسلال اليوم اعتذر خلاص. هل في اعتقادك هذا كافي ويجب طي الملف او طي الصفحه؟ شوف، الحمد لله عبد الملك السلام طلب السماع بالنسبه للشعب الشاوي، لان الشعب الشاوي هو الشعب الجزائري ايضا. لازم احترام بين المواطنين الجزائريين. لازم هذو المسؤولين يعطوا الثقه للشعب الجزائري وما يديروش فراق بين الشعب الجزائري، لا في غردايه لا في باتنا لا في اي ولايه في الجزائر. رانا بلاد واحده مع الشعب واحد، ولازم الاحترام بلادنا كلهم.
هذا هو الهدف تاعي ان شاء الله. شكرا جزيلا لك رشيد نكاز، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. نعود الى هشام عبود عبر خدمه سكايب